واش اختي انت بحالي كيوقع لك هادشي غير في الصيف؟ رجليك كيتمشقوا كيكحالوا كيزراقوا كيوليو فيهم تصبغات كيوليو مشكين، كاع المشاكل ديال الدنيا والدين كتجمع في رجليك، وبغيتي غير شي وصفه اللي تفك لك هاد المشكل هذا وما لقيتيش. اختي انا لقيت الوصفه وبغيت نشاركها معاك. عرفتي اختي هاد الوصفه قسما بالله العلي العظيم كتنقي الرجيلات واخا يكونوا كيف ما كانوا، جميع المشاكل ديال الرجيلات كتعالجهم هاد الوصفه هذه غير بثلاثه المكونات فقط. اقسم بالله العلي العظيم بثلاثه المكونات غادي تخلي رجيلاتك كيشعلوا شعيل. اللي شاف رجيلاتك يبقى حالفهم وحق لا اله الا الله. عرفتوا البنات وصفه خطيره هاد الوصفه هذه، ما كنستغناش عليها بالخصوص في الحال سخون يعني في الصيف. الرجيلات ديالنا حيتاش مع الحال سخون ومع الطريق ومع الصنداله كيتفرقعوا يعني كيتشقوا، لاطراس ديال الصنداله مع الشمس كيتراساو، كيوليو يعني غير الغبره ولا شي حاجه هكا كيوليو حالتهم يعني الصراحه البنات رجلينا في الصيف كيتكرفسوا على الحال بارد، لحقاش الحال بارد كنكونوا لابسين اختي السبرديله والتقاشر وكيكونوا مغطين. اما اختي الحال سخون ما يمكنش انك تلبسي سبرديله وتبداي تمشاي والحراره والشمس، وبالخصوص في لابيسين ولا في البحر يعني ضروري تمشي سنيضيله ولا كلاكيطه، وهذاك الشيء كامل يعني كيوقعوا لك مشاكل في الرجيلات. ها انت اختي هاد الوصفه هذه بغيت غير اختي ترحمي لي الوالدين وتخلي لي واحد لايك وتعليق، هذا هو اللي كاين اختي. هادشي اللي بغيت منك، وجربي لي الوصفه وغادي ترد عليا الخبر. اول حاجه البنات اللي غنحتاجوا البصله البنات راه كتعالج تشققات القدمين. الا كان من الافضل ومن الاحسن حيت دابا في هاد الوقيته ما كايناش البصله الحمراء، اللي عندها البصله الحمراء تستعملها، اللي ما عندهاش راه اختي غير البيضه وكافيه وقاضيه الغرض. غادا اختي تاخذي واحد بصيله صغيره، من الاحسن هاد الصغارات البنات ما تستعمليش ديك الكبيره غير تضيعيها، غتحكيها كامله بصله صغيره كما كتشوفوا البنات. انا هنا غادي نصفي الماء ديال هاد البصله هذه. واعره البنات هاد الوصفه حق الله العظيم غير جربوها وغادي تشوفوا البصله وغادي تشوفوا المكونات الاخرين اللي هما كما قلت لك ثلاثه، ما تزيديش عليهم اختي وما تنقصيش عليهم، ثلاثه المكونات غادي يخليو رجيلاتك كيشعلوا وبيضين ونقايه. واللي شاف رجيلاتك يقول ما عرفت اشنو كديري محاش كتمشي على الارض. ولكن انت اختي ها السر ديالك هو هاد الوصفه هذه اللي عمرك ما تستغني عليها، غير تجربيها غتولي عندك ادمان في الصيف. من الصيف اختي تولي بحالي، من الصيف ترجعيها تولي تستعمليها. المهم هانتوما البنات من بعد ما عصرت ديك العصير ديال البصله، شفتوا عطاتني تقريبا واحد معلقه كبيره ديال البصله. غادي نزيد عليها البنات واحد معلقه تاع الصابون البلدي، وغادي ندخل هاد الصابون البلدي مزيان في هاد الماء ديال البصله، غندخلو مزيان 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 حتى كيذوب ليا. هو بسهوله انه كيذوب. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه ما عندناش صابون البلدي، راه ممكن تستعملي صابون الحجره. اي وصفه استعملت فيها صابون البلدي تستعملي صابون الحجره اولا صابون الطرف اولا صابون الكف، كل واحد شنو كيقول لي. غير هي تكونوا موجدينه يعني قبل تشدوا واحد الصابونه تحكوها مزيان 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 وترقدوها في الماء ورد، ماشي بالماء عادي، الماء الورد صافي، وتخليوها في واحد السوبيره وديروها في الثلاجه. فيما حطيت شي وصفه فيها صابون البلدي تي غتستعملي داك الصابون ديال الكف، باش مره اخرى ما تسولوني تقولوا لي شنو هو البديل ديال الصابون البلدي، راه ما عندناش. فهمتوا؟ المهم هذا هو البديل ديال الصابون البلدي. المهم شتو البنات من بعد ما خلطتها غير شويه كتخلطي غير هكا صافي كتندمج مزيان صافي، كتبقاي تخلطي تتولي هكايا تذوب لك. ضروري البنات يذوب الصابون البلدي مع البصله. المكون الثالث البنات والاخير كما قلت لكم فيها ثلاثه المكونات، البصله الصابون البلدي خماره صافي. هادو هما المكونات، ولكن راه النتائج ديالها واعره. غادي تكبي خماره كامله وغادي نخلطوا خماره البنات، خميره الحلوى ماشي خميره المعجونه، خميره الحلويات. المهم انا غنخلطها مزيان حتى هي ديك الخميره ندخلها لداخل. الوصفه راه ساهله والله القسم حتى اسهل ما يكون، ولكن راه كتعطي واحد النتائج اللي واعرين. ربي البنات ما سيروا جربوها دابا. انا عارفه رجيلاتكم مع هاد الشمس هذا ما كاينش شي بنت عربيه ولا مغربيه رجيلاتها كيبقاو نقايه، ما يمكنش اختي، ما يمكنش الا هو ما كنتيش كتمشي اختي على الارض. هذه الا كنتي كتمشي على الارض ضروري رجلك اختي ما كتكوني تعاني من المشاكل ديال المشق، التشققات، لاطراس ديال الصنداله،
عندك شي ضربه في رجلك، مهم مشكل كاين عندك اختي في رجليك. المهم هنايا البنات كما كتشوفوا ها هي الوصفه واجده موجوده، الا غطبقي على رجيلاتك وغادي تلبسي واحد الميكا وتقيشرات وغتصبري واحد 2 سوايع، وهي هاد الوصفه في رجلياتك. من بعد البنات ما كدوز ديك 2 سوايع كتحيدي التقاشر، كتحيدي البلاستيكه، كتاخدي واحد البانيو كديري فيه اختي الماء سخون مزيان، كتغطسي فيه رجيلاتك. من بعد ما كتغطسي رجيلاتك ما كتزيدي عليه حتى شي حاجه، لا بيكربونات لا خميره لا والو لا جيل دوش لا شامبوان لا حتى شي حاجه. كتخشي رجيلاتك في الماء سخون مزيان، كتصبري واحد 5 ديال الدقائق، من بعد كتجبديهم كتمسحيهم وكتبداي تحكي. عرفتوا يا البنات اشنو كيخرج من رجليكم؟ عرفتوا يا البنات الوسوخات التشققات ما كيبقاوش، الكحل ديال الصنداله كيتقلع. يعني النتيجه من اول استعمال. جربي اختي وردي لي الخبر، وما تنسونيش البنات من لي لايك ديالكم.